الصدفية هي شكوى شائعة جدا نراها في عيادتنا الخارجية. هي موجودة في جميع أنحاء العالم وتنتشر بشكل أكبر في الخارج، كما أنها شائعة جدا في الهند. الصدفية ليست مرضا معديا، لا تنتقل من شخص إلى آخر. تظهر على شكل لويحات قشرية بيضاء فضية تغطي الجسم. هناك أنواع مختلفة من الصدفية، مثل الصدفية النقطية، الصدفية العكسية، صدفية الأظافر، وصدفية فروة الرأس. بشكل عام، الصدفية لا تؤثر على عمر الشخص، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات تعرف باسم الحمامة الصدفية عندما يغطي الجسم بالكامل لويحات صدفية. عندما نأتي إلى جانب العلاج، ففي الحالات الخفيفة نعطي علاجاً موضعياً على شكل حمض الساليسيليك. رغم أن هناك خرافة تقول إنه لا يجب استخدام ستيرويد، إلا أن الستيرويد هو الأساس في علاج الصدفية، لكن بشكل موضعي وليس عن طريق الفم. يمكننا أيضاً إعطاء حمض الريتينويد، ويمكننا أيضاً استخدام مستحضرات قطران الفخذ. كل هذه التركيبات هي علاجات موضعية. كل هذه العلاجات تهدف فقط إلى السيطرة على المرض، هي لن تشفي المرض بشكل نهائي. لذلك لا يجب أن يشعر الناس بأي توتر نفسي أو جسدي بسبب ذلك، لأن العلاجات الحديثة والتطور الطبي قد وفر علاجات جيدة وتحكم فعال بالمرض. يمكننا أن نمنع مضاعفات الصدفية ومضاعفات العلاج، ويمكن للمرضى أن يعيشوا حياة ذات جودة جيدة.